شباب هسه بتقولوا اللي تحكي، يعني انا هلا كشخص طبيعي فتحت نت بيطلع لي هذا دوبامين كافيين والدحيح وممدوح نصر الله الدوق وتحفز وتمرن واصنع فرصتك ومدري شو. قلت بدي كسر الارض هلا، اخذت جرعه تحفيز مني بتخوف. قلت هلا بدي كسر الدنيا. نزلت مسكت الدنابيل بدي اتدرب. اجى خيي من اول ما مسكتين قوم انقلع على الغرفه الثانيه بدي اشرب متي وارجيلي. صار بده يشرب متي وارجيلي. طبعا اعترضت ديك القتلي، ما عارضت، حملت حالي ورحت على الغرفه الثانيه. قعدت ما لحقت اتدرب شي 10 دقائق اجى خيي الثاني صار بده يقرا. له 5 سنين مقريان، 5 سنين ما بيعرف يمسكوا للقلم ها ولا ماسكوا للقلم. اجى صار بده يقرا، هلا صار بده يتعلم لغه هلا. خلاص رحت على الغرفه الثالثه ما فيها شيء، فاضي. لا في شغله ترتكي علي ولا في شغله لا تلعب تركيز ولا تلعب تضخيم المهم لعبت خبطت شوي. وطبعا اخر مره بقى عيدها خالصين نحيف سمين عجبك منيح عجبك للطليع. خلصنا جيب بدي اتحمم، مي ما في، المي ما تجي. قلت معلش يا اخي ما انطرتش حالة طردش عيب شو بنضل مسخين. رحت تحممت بمي باردة مسقعة. جيب بدي اكل غاز افي، طلعت مسخين نار مشغل نار مشغل شو نار مشان اكل. بعمري مره بقى اتدرب خالصين بقى بيقول لي اصنع فرصتك. هذا هلا فايت حزر الدحيح ودوبامين كافيين وممدوح نصر الله الدوك بطاطا وبيض على النار. لك وحياة اختي لو شركة الانستا فيها بس شوية مخ شوية عقل هي الفيديوهات لازم يكون عليها حقوق نشر بسوريا على فكرة، ما لازم تطلع لنا. قال اصنع فرصتك ولك ابدي شيء اصنع منه فرصتي. طيب انا ما عندي المقومات اللي بتصنع فيها فرصتك. لك رو يا عمي رو.